فخلينا نعرف انه في فرق كبير جدا بين التهايل وبين الامانه، وكمان النتائج اللي بتتبعهم في حياتنا كاختلاف بين الشمال والجنوب. هل معنى انه احنا عايشين في ظروف قاسيه ماديا ومعنويا ده حق شرعي لي انه اروح مثلا اشفشف او اعرض نفسي للخطر؟ اشفشف اشيل حاجه الناس مثلا، او اني اتجه للبحث عن الكسب بطرق غير شرعيه، او حتى اعرض ناس بيتي للموت. لكن خلينا نشوف انه الامانه صفه روحيه لا تنسب الى الجماد كالسماوات والجبال والبحار، لكن وحده الحاجه اللي بتنسب للانسان اوصف بها الانسان. الامانه هي عكس التهايل. مثلا آدم وحواء هم أول من تهايلوا على القوانين، وتهايلوا بعد أن أغوتهم الحية، وأكلوا بعدما قزوا قناعاتهم بكذب الحية. كانت نتيجة هذا التهايل هو سقوط البشر. عارفين تماما سقوط البشر كلها بسبب التهايل أو بسبب الخطيئة اللي حصلت مكانتها، وعشنا بعد ذاك فساد. لكن خلينا نقول إنه ناخذ يوسف كمثال لنا، اتباع من أخوانه، أخوان من لحمه ودمه، وكان عايش في وسطهم، ما بيعرف يعني غيرهم، لا يعرف غير الله ولا وصاياه. حفظ الأمانة قدام خالقه، ولو كان هو زعل من أخوانه كده، لكن عشان هو بخاف الله وعنده الأمانة خلي يوسف يبقى هو المثال الأعلى لنا، فاستحق مجازاة عظيمة. كذلك الأنبياء والرسل حياتهم كلها دائما الأمانة صفة أساسية، عشان كده الله كان بيستأمنهم على الشعوب وممالك. انت كمان مدعو انك تكون منهم، انت وكيل الله على الارض، فاحفظ الامانه تحفظك.